وقفنا الحلقة اللي فاتت عند المشهد اللي هز العالم. هتلر واقف بكبرياء في قلب باريس وفرنسا سقطت في 6 أسابيع بس. انتصار خرافي خلى كل يقول ازاي الآلة العسكرية دي اتبنت أصلا وايه الخطوة الجاية اللي هتلر بيحضرها للعالم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ايه القصة. في يونيو 1940 العالم كله صحي على صورة واحدة هزت أركان الكرة الأرضية، صورة أدولف هتلر واقف بكبرياء قدام برج إيفل في باريس. فرنسا أقوى قوة عسكرية برية في أوروبا سقطت وانهارت تماما في 6 أسابيع بس. اللحظة دي ما كانتش مجرد انتصار عسكري، دي كانت اللحظة اللي هتلر أثبت فيها للعالم ولشعبه أولا إنه مش مجرد سياسي، ده العبقري اللي هيرجع مجد ألمانيا وينتقم ليها من إهانة معاهدة فرساي. بس السؤال الحقيقي اللي بيطرح نفسه، إزاي دولة كانت متدمرة ومديونة وجيشها مفكك وممنوع يتعدى 100,000 جندي قدرت في سنوات قليلة تبني الآلة العسكرية الأكثر رعبا تقريبا في التاريخ ويدوس بيها على قارة أوروبا بالكامل؟ إيه السر الخفي ورا المعجزة الاقتصادية والعسكرية دي؟ وهل النجاح ده كان مبني على أسس صلبة ولا كانت مجرد لعبة قمار نهايتها المتوقعة كانت الكارثة؟ عشان نفهم إزاي هتلر والنازيين بنوا المكنة دي من الصفر قبل ما يطلقوها على العالم، لما هتلر مسك السلطة سنة 1933 ألمانيا كانت بتعاني من نسبة بطالة مرعبة وصلت ل 30%، تلت الشعب تقريبا ما كانش شغال، يعني حوالي 6 مليون شخص بدون عمل، والاقتصاد كان في حالة انهيار تام بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929. هتلر كان عارف إن أي طموح عسكري محتاج اقتصاد قوي، وهنا ظهر اسم عبقري الاقتصاد الألماني هالمر شاخ، رئيس البنك المركزي الألماني. هالمر ابتكر حيلة مالية اسمها سندات ميفو. ايه هي سندات ميفو دي؟ دي كانت عبارة عن شركة وهمية أنشأتها وزارة الدفاع الألمانية بالاتفاق مع أكبر الشركات الصناعية زي كروب وسيمنز. الشركة دي كانت بتصدر سندات مالية وتدفع بيها للشركات مقابل تصنيع أسلحة وطيارات ودبابات. الكلام ده كان بيحصل في سرية تامة ومن غير ما يظهر في الميزانية الرسمية للدولة إن ألمانيا بتعيد تسليحها. بالطريقة دي قدر النازيين إن هم يمولوا إعادة تسلح بمليارات الماركات بعيدا عن عين المخابرات البريطانية والفرنسية وبعيد عن القيود المعاهدة بتاعت فرساي. في نفس الوقت هتلر بدأ مشاريع البنية التحتية الضخمة وأشهرها شق شبكة الطرق السريعة المعروفة باسم الأوتوبان. الشبكة دي ما كانتش مجرد طرق للمواطنين، دي كانت متصممة هندسيا بغرض معين وخرسانة مقواه عشان تستوعب حركة الدبابات والمدرعات السريعة وتسهل نقل الجيوش من الشرق للغرب في أسرع وقت. وفي أول سنة 1939 البطالة اختفت تقريبا من ألمانيا، الشوارع اتملت بمشروعهم والعمال رجعوا لمصالحهم. بس الحقيقة المرة إن الاقتصاد الألماني كان بقى موجه بالكامل لشخص واحد والغرض واحد، الحرب. هالمر نفسه حذر هتلر سنة 1937 وقال له إن التضخم والديون هيقضوا على الدولة لو ما توقفتش آلة التسلح، بس هتلر رد عليه بعزله تماما وتعين هيرمان جورينج عشان يقود الملفات ديت. والهدف كان واضح، الاقتصاد لازم يكون جاهز للحرب الشاملة في خلال 4 سنين. تخيل معايا انك عايش في ألمانيا في الثلاثينيات، بتفتح الراديو بتسمع صوت واحد، بتفتح الجريدة بتشوف منشط واحد، بتدخل السينما بتشوف فيلم وثائقي بيمجد بنقاء العرق الآري وقوة الفهر. الراجل اللي كان بقى بيحرك الخيوط دي من ورا الستارة هو جوزيف جوبلز، وزير الدعاية النازية، صاحب المقولة الشهيرة اكذب حتى يصدقك الناس. جوبلز عمل خطة إعلامية متكاملة للسيطرة على وعي الشعب ما حصلتش قبل كده في التاريخ. أول حاجة كان راديو الشعب. جوبلز فرض على المصانع إنتاج جهاز راديو رخيص جدا بمتناول إيد كل مواطن ألماني، بس الراديو ده كان مصمم تقنيا إنه يلقط محطات محلية ألمانية بس، وممنوع نهائيا التقاط أي إذاعة أجنبية زي BBC مثلا. لا، وكمان بقى إن الاستماع للإذاعة الأجنبية بعد كده خلال فترة الحرب بقى عقوبته الإعدام. تاني حاجة كانت السيطرة على الثقافة، واللي حصل إن هو حرق آلاف الكتب اللي ما تتوافقش مع الحزب النازي والفكر بتاعه في الميادين العامة، وتم توجيه الفن والسينما لخدمة أيديولوجية النظام. تالت حاجة كانت إنشاء منظمة شبيبة الهتلرية. المنظمة دي كان هدفها عزل الأطفال عن أهاليهم وتدريبهم من سن صغير جدا على الطاعة المطلقة للفهرر والتدريب العسكري المنضبط. لكن الدعاية الناعمة لوحدها ما كانتش كفاية، كان لازم يكون في جهاز أمني قوي يسيطر على أي صوت معارض، وهنا بيجي دور الجستابو أو الشرطة السرية. بقيادة هاينريش هيملر الجستابو عمل شبكة من المخبرين في كل حارة وكل عمارة وكل مصنع. كان المثل المشهور الحيطان ليها ودان جاية أصلا من وجود ودان للجهاز في كل حتة بتسمع دبة النمل. أي كلمة وأي نقد للفهرر كان معناه
معناه الاختفاء الفوري والترحيل لمعتقلات التجمع الكونسنتريشن كامب زي دخاو اللي اتفتحت سنة 1933 للمعارضين السياسيين. هتلر كان عارف ان اوروبا الغربية بريطانيا وفرنسا مرعوبين من تكرار المأساة بتاعة الحرب العالمية الأولى. استغل نقطة الضعف دي تحت سياسة أطلق عليها الغرب التهدئة. سنة 1939 هتلر قحم منطقة منزوعة السلاح في الراينلاند بالدبابات وجنود ألمانيين. قادة الجيش الألماني وقتها كانوا مرعوبين، والسخرية إن أوامرهم كانت بالانسحاب فورا لو فرنسا حركت فرقة واحدة بس. فرنسا ما اتحركتش، وهتلر خرج منتصر وأثبت لجنرالاته إن الغرب جبان. ودي كانت لحظة تحول تاريخي، لأن من بعدها توالت الاختبارات من هتلر لحدود ردود فرنسا وبريطانيا على تحركاته. وفي مارس سنة 1938 عملية الأنشلوس ضم النمسا لألمانيا من غير رصاصة واحدة. الدبابات الألمانية دخلت فيينا وسط ترحيب من قطاعات واسعة من الشعب النمساوي، وده مهد للطريق لتشيكوسلوفاكيا هدفه تالي. وفي سبتمبر سنة 1938 بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قعدوا مع هتلر، جابوه في ميونخ عشان يحلوا الأزمة. الغريب بقى إن هما ما وجهوش الدعوة لتشيكوسلوفاكيا اللي هي أصلا المؤتمر بيحدد مصيرها. هتلر طلب إقليم اسمه السوديت بحجة وجود أصل ألماني للسكان. طلب الطلب ده من رئيس وزراء بريطانيا ساعتها نيفيل تشامبرلين، اللي بالفعل بيسافر لميونخ ويوقع اتفاقية بمنح الإقليم لهتلر مقابل وعد بعدم توسع آخر أو طلب أي أراضي تانية في أوروبا في المستقبل. تشامبرلين رجع لندن يرفع الورقة ويقول كلمته المشهورة: لقد جلبنا السلام لعصرنا. لكن بعد أقل من 6 شهور هتلر رد عليه وقال له بالله واشرب ميتك، لأنه الورقة دي مبقاش ليها قيمة. وفي مارس 1939 هتلر سيطر بالكامل على باقي تشيكوسلوفاكيا. بريطانيا وفرنسا أدركوا الحياة المرة. هتلر محدش يقدر يوقفه بالدبلوماسية، والهدف القادم للفهرر كان واضح جدا على الخريطة: بولندا. وفي أغسطس سنة 1939 العالم كان حاطط إيده على قلبه والتوتر وصل لقمته وبارود الحرب مالي الجو. هتلر عينه على ممر دانزيج، بس كان عنده كابوس واحد مرعب من أيام الحرب العالمية الأولى: الحرب على جبهتين. ألمانيا مش قادرة تحارب بريطانيا وفرنسا في الغرب، والاتحاد السوفيتي العظيم في الشرق في نفس الوقت. وهنا أطلق هتلر قنبلة دبلوماسية: معاهدة مولوتوف ريبنتروب. وفي 23 أغسطس سنة 1939 اجتمع وزير الخارجية الألماني يواخيم فون ريبنتروب مع وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف في موسكو، وحضر جوزيف ستالين نفسه الاتفاق المكتوب والمعلن كان مجرد معاهدة عدم اعتداء. ده الكلام ده بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي الشيوعي، عدوين بيمضوا معاهدة سلام. بس اللي العالم ما كانش يعرفه وقتها إن كان في بروتوكول سري ملحق بالاتفاقية دي، بروتوكول بيمثل الصفقة اللي اتبنى عليها الاتفاق كله. هتلر وستالين اتفقوا على تقسيم القارة: بولندا تنقسم نصين بين الألمان والسوفيت. هتلر ادى الضوء الأخضر لستالين يبلع ويحتل دول البلطيق، استونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا براحته، وفي المقابل ستالين يمول آلات الحرب الألمانية ويغرقها بالنفط والقمح والحديد اللي هتحتاجها ألمانيا عشان تتغلب على الحصار البحري اللي فرضته عليها بريطانيا. بجرة قلم واحدة هتلر أمن ظهره الشرقي تماما، ودلوقتي جه وقت الهجوم. عشان يبرر هتلر الهجوم قدام الشعب الألماني والعالم، المخابرات النازية ابتكرت خدعة اسمها عملية هيملر. ليلة 31 أغسطس سنة 1939 ضباط من الاس اس أخذوا سجناء ألمان من المعتقلات ولبسوهم لبس الجيش البولندي وضربوهم برصاص قدام محطة إرسال إذاعي ألمانية في مدينة بلو وايتس. بعدها زرعوا بيان بأن الجيش البولندي اعتدى على الأراضي الألمانية. 1 سبتمبر سنة 1939 الساعة 4:45 صباحا بدأ الغزو. دخل العالم مفهوم عسكري جديد ومرعب اسمه بليتزكريج أو الحرب الخاطفة. المفهوم ده ما كانش مجرد هجوم عسكري، ده كان تناغم شديد الدقة عامل زي السيمفونية بالظبط. سلاح الجو اللوفتوافة بيطير فورا بيدمر سلاح الجو للعدو وهو على الأرض، وبيضرب محطات السكك الحديدية وخطوط الاتصال ومراكز القيادة. قوات البنزر اللي هي فرق الدبابات السريعة والمدرعات بتندفع بأقصى سرعة وبتعمل اختراقات عميقة جدا في خطوط العدو من غير ما تشغل نفسها بالمدن الحصينة، والهدف هو الشلل التام. والجيش البولندي اللي كان بيعتمد على تكتيكات قديمة وبعض الفرسان الخيالة اتصدم بشراسة الآلة الألمانية. وفي 17 سبتمبر طعن ستالين بولندا في ظهرها ودخل بجيشه من الشرق حسب الاتفاق السري. خلال 35 يوم بس اختفت بولندا تماما من الخريطة. وفي 3 سبتمبر سنة 1939 أعلنت بريطانيا وفرنسا
الحرب على ألمانيا، لكن المفاجأة لكذا شهر ما حصلش أي قتال حقيقي في الغرب. أطلق المؤرخين على الفترة دي اسم الحرب المزيفة، واللي كان فيها الحلفاء مستنيين ورا خط ماجينو الحصين وهتلر بيرتب أوراقه للضربة القاضية. قبل ما يلتفت هتلر لفرنسا كان عنده هاجس حديد السويد. المصانع الألمانية كانت بتعتمد كليا على الخام الحديد اللي جاي من السويد، والحديد ده كان بيمر عبر ميناء نارفيك في النرويج. لو بريطانيا بقى احتلت النرويج الاقتصاد الألماني هيتأثر وهتتوقف مصانع السلاح. وفي 9 أبريل سنة 1940 شن هتلر عملية بيسروبوند. الدنمارك استسلمت في ظرف 4 ساعات بس، أسرع استسلام في التاريخ العسكري، بعد ما أدرك الملك إن المقاومة هتكون مجرد انتحار. النرويج قاومت بشراسة بدعم بريطاني، لكن الإنزال الجوي الألماني الجريء وقوات الكوماندوز حسمت المعركة خلال أسابيع، وسقطت النرويج وتم تركيب حكومة عميلة بقيادة فيتكون كويسلينج. فرنسا وبريطانيا كانوا مجهزين جيش من أعتى جيوش العالم ومتحصنين ورا خط ماجينو، خط دفاعي خرساني أسطوري فيه أنفاق ومدافع وحصون لا يمكن اختراقها على الحدود الألمانية الفرنسية. معركة فرنسا حصلت وهتلر احتل فرنسا بالكامل في 6 أسابيع زي ما حكينا في الجزء اللي فات. وفي 22 يونيو سنة 1940 وقعت فرنسا الاستسلام في نفس عربية القطر اللي وقعت فيها ألمانيا استسلامها في الحرب العالمية الأولى في سنة 1918، وهتلر ساعتها أصر يجيب نفس العربية من المتاحف عشان يهين فرنسا. هل انتهت الحرب؟ لأن بريطانيا بقيادة وينستون تشرشل رفضت الاستسلام تماما. وهنا هنطرح السؤال اللي إجابته هتغير مجرى التاريخ: هو ليه هتلر ساب بريطانيا وقرر فجأة يرتكب أكبر غلطة استراتيجية في حياته ضد الدب السوفيتي؟ إيه هي عملية بربروسا اللي حشد لها 3 مليون جندي؟ بعد سقوط فرنسا في يونيو 1940 بريطانيا بقت واقفة لوحدها تماما في الميدان. هتلر كان فاكر إن تشرشل هيطلب السلام، بس تشرشل خرج في خطابه الشهير في البرلمان وقال: سنقاتل على الشواطئ، سنقاتل في أراضي الإنزال، سنقاتل في التلال، ولن نستسلم أبدا. هتلر حاول يكسر إرادة بريطانيا جويا في معركة بريطانيا لما سلاح الجو الألماني اللوفتوافه قصف لندن والمدن البريطانية ليل نهار في الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر سنة 1940. بس الطيارين البريطانيين بمساعدة تقنية جديدة ساعتها كان لسه اختراعها طازة وهي الرادار، قدروا يكبدوا الألمان خسائر فادحة وأجبروا هتلر يلغي فكرة إنزال قواته بريا في بريطانيا في عملية أسد البحر. هتلر ودى وشه ناحية الشعب. العاطفة والهاجس الأيديولوجي الأكبر عنده طلع للصف: تدمير الشيوعية والحصول على المجال الحيوي اللازم لعيش الشعب الألماني في أراضي الاتحاد السوفيتي الضخم. في فجر يوم 22 يونيو 1941 هو نفس اليوم اللي استسلمت فيه فرنسا في السنة اللي قبلها بالظبط، أطلق هتلر شفرة السر، عملية بربروسا. تخيل معايا حجم الحشد العسكري اللي مفيش أضخم منه في تاريخ البشرية لحد النهارده: 3 مليون جندي ألماني ومتحالف من إيطاليا ورومانيا والمجر وفنلندا، 3500 دبابة مدرعة، 2700 طيارة حربية. الآلة العسكرية النازية دي انطلقت على جبهة عملاقة طولها أكتر من 2000 كيلومتر من بحر البلطيق شمالا لحد البحر الأسود جنوبا. العملية اتسمت على اسم الإمبراطور الألماني فريدريك بارباروسا، والخطة الألمانية كانت قائمة على استراتيجية حاسمة: تدمير الجيش الأحمر السوفيتي في غضون من 8 ل 10 أسابيع بس قبل الشتاء الروسي الشديد. هتلر قال لقادته قبل المعركة جملته الشهيرة: ما عليك إلا أن ترفس الباب وستنهار البنية التحتية التعسة برمتها. المفاجأة كانت صاعقة لجوزيف ستالين، رغم أن المخابرات السوفيتية حذرته 100 مرة، ورغم أن الجواسيس أرسلوا ليه التاريخ والتوقيت بالظبط، ستالين كان رافض يصدق أن هتلر هينقض معاهدة عدم الاعتداء بالسرعة دي وهو لسه ما حاربش بريطانيا، لدرجة أن في الساعات الأولى من الهجوم ستالين كان بيدي أوامر للجيش بعدم الرد تجنبا لاستفزاز الألمان، والنتيجة كانت كارثية. حوالي 24 ساعة بس السلاح الألماني دمر أكتر من 1200 طيارة سوفيتية، معظمها اتدمر وهو مركون على الأرض في المطار قبل ما يلحق حتى يطير. الجيش الألماني انقسم ل3 جيوش ضخمة: مجموعة الجيوش الشمالية اتجهت للينينجراد اللي هي دلوقتي اسمها سانت بطرسبرغ، ومجموعة الجيوش الوسطى اتجهت مستقيمة لقلب الاتحاد السوفيتي اللي هو موسكو. مجموعة الجيوش الجنوبية بقى اتجهت ناحية أوكرانيا ومناجم القمح والنفط في القوقاز. الأسابيع الأولى قوات البانزر الألمانية كانت بتتحرك بسرعة مرعبة، بتطوق مدن كاملة وتأسر أعداد خيالية من الجنود السوفيتي. يعني مثلا في معركة مينسك في يوليو 1941 الألمان أسروا أكتر من 300 ألف جندي سوفيتي. وفي معركة سمولينسك من يوليو لأغسطس 1941 الألمان أسروا برضو أكتر من 300 ألف جندي تانيين ودمروا آلاف الدبابات. وفي معركة كييف في الجنوب في سبتمبر 1941 حصلت أكبر عملية تطويق في التاريخ، وأسرت ألمانيا أكتر من 665 ألف جندي سوفيتي في ضربة واحدة. الانتصارات الألمانية كانت أسطورية، والجنرالات في برلين بدأوا يحتفلوا ويفتكروا إن الحرب خلاص اتحسمت فعليا. لكن وسط الانتصارات الهائلة دي كان في سم خفي بيبطئ الماكينة الألمانية. ستالين بعد ما فاق من صدمته خرج في إذاعة الراديو يوم 3 يوليو 1941 وألقى
خطاب حماسي جدا للسياسيين والمواطنين أعلن فيه الحرب الوطنية العظمى، وأمر بتطبيق تكتيك استراتيجي قاسي اسمه سياسة الأرض المحروقة. ستالين أصدر أوامر صارمة: لما ينسحب قوات الجيش الأحمر مش هنسيب قاطرة قطار واحدة للعدو، ولا عربية واحدة، ولا كيلو جرام واحد من القمح، ولا حتى لتر زيت واحد. كل الممتلكات القيمة اللي مش هنقدر ننقلها لازم تتدمر من غير رحمة. وهنا بدأت الملحمة المؤلمة: تدمير المزارع والحقول. المواطنين ساعتها السوفييت والجنود المنسحبين كانوا بيحرقوا محصول القمح والشعير قبل ما الألمان يوصلوا ليه. تكتيك تاني كانوا بيستخدموه هو تفجير السدود والمصانع، يعني تفجير سد دنيبرو العملاق في أوكرانيا عشان يمنعوا الألمان من الاستفادة من الكهرباء، وتفكيك آلاف المصانع الحربية حتة حتة ونقلها على متن القطارات لشرق جبال الأورال على بعد آلاف الكيلومترات لإعادة تجميعها وبنائها في أمان تام بعيد عن الطيارات الألمانية. غير كده كمان كانوا بيلوثوا المية ويفجروا المخازن، يعني كانوا بيتعمدوا تسميم أو تلويث أبار المية وتفجير صوامع الحبوب. النتيجة كانت إن الجيش الألماني المتقدم رغم إنه بيكسب أراضي كان بيتقدم في صحراء جافة وما فيهاش قمح. خطوط الإمداد الألمانية امتدت لآلاف الكيلومترات ورا الجبهة، والشاحنات الألمانية بقت بتواجه صعوبة بالغة في نقل الأكل والذخيرة للجنود. دلوقتي الوضع بقى إن الجيش الألماني بيواصل التقدم ورجالته شايفين بالمناظير المكبرة مآذن الكرملين وأبراج موسكو، لكن الشتاء قرب والتين الروسي بدأ يبلع الدبابات، والجيش السوفيتي لسه بيبعت قوات جديدة من العدم. وهنا في قصتين مهمين جدا غيروا مجرى الحرب. ازاي قدر الجاسوس الأسطوري ريتشارد سورجي يغير مجرى تاريخ معركة موسكو من قلب السفارة الألمانية في طوكيو، وايه اللي حصل بالظبط في اليوم اللي انقضت فيه اليابان على بيرل هاربر ودخلت أمريكا الحرب الرسمية. الشتاء الروسي في آخر سنة 1941 بدأ يشد جدا ودرجات الحرارة بدأت تنزل تحت الصفر، لكن قبل ما نغوص في الطين وبرد موسكو لازم نروح لنقطة تانية على الخريطة، نقطة بعيدة آلاف الكيلومترات في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، اللي فيها كانت بتحصل واحدة من أعظم قصص الجاسوسية في التاريخ البشري. ريتشارد سورجي. تخيل معايا الشخصية دي، صحفي ألماني وسيم، لا وسيم جدا كمان، بيلبس أحدث اللبس وعاشق للسهر والشرب، وقريب جدا من السفير الألماني في طوكيو بل ومن كبار المسؤولين العسكريين اليابانيين. اسمه ريتشارد سورجي. الراجل ده بالنسبة للألمان كان صحفي نازي مخلص وموثوق فيه، بس الحقيقة اللي ما حدش كان يعرفها إن سورجي كان جاسوس لحساب المخابرات السوفيتية. سورجي كان بيدخل السفارة الألمانية في طوكيو ويمشي فيها كأنها بيته، بيقرا البرقيات السرية الجاية من برلين لليابان وبينقل كل حرف لستالين. وفي صيف وخريف 1941 ستالين كان مرعوب من كابوس رهيب. هل اليابان حليفة هتلر هتفتح جبهة تانية وتهاجم أراضي الاتحاد السوفيتي في الشرق الأقصى سيبيريا؟ لو اليابان هجمت من الشرق الاتحاد السوفيتي محاصر وهيسقط أكيد. عشان كده ستالين كان حاطط مئات الآلاف من أفضل قواته اللي هو الفيلق السيبيري على الحدود مع اليابان تحسبا لأي هجوم. وهنا بيجي دور ريتشارد سورجي. في سبتمبر سنة 1941 سورجي بعت سطور قليلة في برقية مشفرة لموسكو. سطور غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية كلها. البرقية كان فيها وثائق بتأكد إن القيادة اليابانية اتخذت قرار نهائي وحاسم: اليابان مش هتهاجم الاتحاد السوفيتي، لا وكمان قررت التوجه للجنوب ناحية المحيط الهادئ لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. ستالين أخذ المخاطرة الأكبر في حياته، وثق في كلام سورجي 100%، وفورا أصدر أوامره بنقل 20 فرقة عسكرية كاملة من الفيلق السيبيري، جيش كامل من المقاتلين المجهزين بلبس شتوي تقيل ومتدربين على القتال في أقل درجات البرد، ومعاهم الدبابات السوفيتية الأحدث اللي لسه متصنعة جديد التي 34. القطارات السوفيتية بدأت تنقل القوات دي على مدار الساعة من خلال سكة حديد سيبيريا بطول آلاف الكيلومترات، والوجهة كانت واحدة: الدفاع عن موسكو. في نفس الوقت على جبهة موسكو كان الجيش الألماني بيواجه عدو جديد غير متوقع: الطبيعة. في شهر أكتوبر ونوفمبر بدأت ظاهرة سوفيتية اسمها راسبوتيتسا. الأرض والتربة الجافة اتحولت لمستنقعات طين عميقة جدا زي الغيرة. العربيات الجيش الألماني غرقت في الطين لنصها، والدبابات بقت بتتحرك بصعوبة بالغة. الأكل والوقود والذخيرة بقوا بياخدوا أيام عشان يوصلوا للخطوط الأمامية. وبعد الطين جه القاتل الأكبر: الشتاء الروسي. في ديسمبر سنة 1941 نزلت درجات الحرارة ل 30 و40 درجة تحت الصفر. الجيش الألماني ما كانش جاهز للشتاء ده تماما. ليه؟ لأن هتلر وقادته كانوا واثقين إن موسكو هتسقط في الصيف خلال 8 أسابيع. النتائج كانت مرعبة وأشبه بكابوس. الزيت والوقود اتجمدوا جوه محركات الدبابات والعربيات الألمانية، فبقوا بيولعوا نار تحت محركات الدبابات عشان الزيت يسيح وتشتغل. صلب الأسلحة والرشاشات بقى بيتكسر من شدة التجمد لما بيطلقوا النار. مئات الآلاف من الجنود الألمان اتصابوا بعضة البرد، ورجليهم وصابعهم بدأت تتآكل، ومات الآلاف لمجرد إنهم ناموا بلبس خفيف. ورغم كل ده الألمان وصلوا لمنطقة اسمها
اسمها خيمكي على بعد 20 كيلومتر بس من وسط موسكو. الجنود الألمان خرجوا مناظرهم المكبرة وقدروا يشوفوا بعينيهم مآذن الكريملين وأبراج العاصمة. كانوا فاكرين إن المعركة انتهت خلاص، لكن المفاجأة كانت في انتظارهم. في 5 ديسمبر سنة 1941 وفي ظل إن الألمان متجمدين ومجهدين، الجحيم فتح أبوابه. ستالين أطلق القوات السيبيرية القادمة من الشرق بقيادة الجنرال جورجي جوكوف. القوات السيبيرية اندفعوا بلبسهم المموه في التلج ودبابات التي 34 بعجلاتها اللي بتقدر تمشي فوق التلج بسهولة، وشن هجوم صاعق زحزح الجيش الألماني وطردوا لورا لمسافة 100 ل 250 كيلومتر بعيد عن موسكو. كانت دي أول هزيمة برية كبيرة بيتلقاها الجيش الألماني من بداية الحرب العالمية الثانية. سقطت أسطورة الجيش الذي لا يكره. وفي نفس الوقت في الأسبوع ده بالظبط 7 ديسمبر سنة 1941 الساعة 7:55 الصبح بتوقيت هاواي حصل الزلزال اللي غير وجه الحرب، ومن غير أي إعلان حرب سابق ظهرت مئات الطيارات اليابانية في السماء فوق قاعدة بيرل هاربر البحرية الأمريكية في هاواي. الضربة اليابانية كانت قاسية جدا وكانت مدمرة للأسطول الأمريكي. غرقت 19 سفينة حربية أمريكية، منها 8 بوارج عملاقة، ودمرت أكتر من 180 طيارة أمريكية وهي مركونة على الأرض، وقتلت أكتر من 2400 أمريكي في ساعات قليلة. اليابان كانت فاكرة إن الضربة دي شلت الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ وهتخلي أمريكا تستسلم، لكن العكس هو اللي حصل بالظبط. في اليوم اللي بعده وقف الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قدام الكونجرس، وصف يوم 7 ديسمبر بأنه يوم سيبقى في التاريخ يوما للعار، وأعلنت أمريكا الحرب رسميا على اليابان. وهنا ارتكب هتلر خطأه القاتل الثاني. 11 ديسمبر سنة 1941 أعلن هتلر الحرب بنفسه على الولايات المتحدة الأمريكية تضامنا مع حليفته اليابان. بجرة قلم واحدة هتلر دخل أضخم قوة اقتصادية وصناعية في العالم للعبة الحرب ضده. أمريكا اللي مصانعها بتنتج أضعاف ما تنتجه أوروبا كلها تحولت في ظرف أشهر لمصنع أسلحة عملاق بيمد بريطانيا والاتحاد السوفيتي بمليارات الدولارات من الطيارين والدبابات والعربيات والأكل. دلوقتي الحرب بقت عالمية فعلا، وألمانيا بقت محاصرة بين عملاقين، الموارد الأمريكية اللي مش محدودة من الغرب والعناد البشري السوفيتي من الشرق. رغم النكسة قدام موسكو، هتلر ما كانش شخص بيستسلم بسهولة. في صيف سنة 1942 قرر الفهرر يغير استراتيجيته بالكامل. جمع قادته وقال لهم لو ما خدناش نفط القوقاز في باكو الحرب دي انتهت بالنسبة لنا، مش هنلاقي بنزين الدبابات والطيارات. وأطلق الخطة الاستراتيجية الجديدة كيس بلو، الهدف منها إن مجموعة الجيوش الجنوبية الألمانية تتجه فورا لنهر الفولجا وحقول نفط القوقاز في الجنوب. الجيش السادس الألماني الضخم أقوى جيش ميداني في الفيرماخت بقيادة الجنرال فريدريك باولوس كلف بمهمة محددة: السيطرة على مدينة شايلة اسم الزعيم السوفيتي نفسه، مدينة ستالينجراد. المدينة دي ما كانتش مجرد نقطة استراتيجية على نهر الفولجا بتقطع طريق الإمدادات السوفيتية، دي كانت قضية كبرياء شخصي بين شخصين، أدولف هتلر وجوزيف ستالين. وهنا بدأت المعركة اللي هتبقى أعنف وأدمى وأشرس معركة في تاريخ الحرب، اللي هي أصلا الأعنف في تاريخ البشرية كلها. الجيش السادس الألماني بآلاف الدبابات والمدافع بيقرب من أسوار ستالينجراد، وفي نفس الوقت رومل ثعلب الصحراء بيكتسح صحراء شمال أفريقيا وبيتجه على الإسكندرية وقناة السويس. بس نقف هنا ونسأل سؤالين: إزاي حولت شوارع ستالينجراد لمصيدة فيران للجيش الألماني؟ إيه اللي حصل في المعركة اللي اتقابلت فيها 6000 دبابة في ساحة واحدة كورسك؟ في أغسطس سنة 1942 بدأت الطيارات الألمانية من سلاح الجو اللوفتوافة تنزل على مدينة ستالينجراد بآلاف الأطنان من القنابل. خلال أيام قليلة اتحولت المدينة المزدهرة على ضفاف نهر الفولجا لركام وهياكل خرسانية محروقة. أكتر من 80% من المباني السكنية اتدمرت تماما، ومات في القصف الجوي الأولي ده أكتر من 40,000 مدني سوفيتي. هتلر أعلن بنفسه في خطاب حماسي: ستالينجراد هتقع وهنمسح اسم ستالين من على الخريطة. كان رغم القصف الهائل ده اتقلب السحر على الساحر. الركام والأنقاض والمباني مهدودة قفلت الشوارع، وبقت عائق حقيقي يمنع دبابات البنزر الألمانية السريعة من الحركة ومن المناورة. وتحولت المعركة من حرب خاطفة لنوع جديد تماما من الحروب، أطلق عليه الأسماء اسم حرب الفيران. تخيل شكل القتال كان عامل إزاي؟ القتال ما كانش بين جيوش في مساحات مفتوحة، كان قتال بين عمارات وبين أدوار وبين غرف في نفس الشقة. السوفييت مسكوا في كل شبر، كل مصنع ومبنى بياخد أشهر عشان الألمان يقدروا يسيطروا عليه. كان ممكن الألماني يسيطر على الدور الأرضي في مبنى والجنود السوفييت متحصنين في الدور الثاني، والسطح مع السوفييت برضه، والقتال شغال بينهم بالسكاكين والقنابل اليدوية بتترمي من خلال الفتحات والسلالم. ستالين أصدر أمره مشهور رقم 227: لا تراجع، not a step back. أي جندي سوفيتي يحاول يهرب أو ينسحب للخلف، القوات الأمنية الخاصة السوفيتية بترميه بالرصاص في لحظتها. في وسط الركام ده برز سلاح مرعب جديد: القناصة. السوفيت زادوا الطين بلة للألمان،
وأشهرهم القناص الأسطوري فاسيلي زايتسيف اللي قدر يقتل لوحده أكتر من 225 ضابط وجندي ألماني في أسابيع قليلة جدا من بين الألقاب. وفي ظل إن الجيش السادس الألماني عمال يستنزف رجالته ودباباته قتال شوارع جوه ستالينجراد، كان عبقري التخطيط السوفيتي مارشال الاتحاد جيورجي جاكوف بيبني فخ في السر التام. جاكوف لاحظ إن الألمان من كتر تركيزهم واستهلاكهم لقواتهم جوه المدينة حطوا على الأجنحة والمدافع الخارجية للمدينة قوات ضعيفة التجهيز من حلفائهم، جيش روماني وجيش المجري وجيش الإيطالي. وفي 19 نوفمبر سنة 1942 أطلق السوفيت عملية أورانوس سرية تامة، حشد السوفيت أكتر من 1,000,000 جندي، 900 دبابة و1500 طيارة، وهجموا بقوة مش على الألمان جوه ستالينجراد، لا دول ضربوا الأجنحة الضعيفة للجيوش الرومانية والمجرية شمال وجنوب المدينة. وخرجت القوات السوفيتية الشمالية والجنوبية في حركة عملاقة حصرت المدينة بالكامل. وفي يوم 23 نوفمبر 1942 قابلت القوات السوفيتية عند بلدة كالاش فاكتملت الحلقة حوالين مدينة ستالينجراد. الجيش السادس الألماني بالكامل أكتر من 300,000 ضابط وجندي ألماني بمحاصرين كليا جوه ستالينجراد. والجيش الألماني والجنرال الألماني فريدريك باولوس قائد الجيش السادس المحاصر بعت برقية عاجلة لمقر هتلر بيطلب فيها الإذن فورا بالانسحاب واختراق الحصار جنوبا قبل ما الفخ يتقفل أكتر. رد هتلر كان قاطع وبدون تردد، الجيش السادس يثبت في موقعه، مش هننسحب من ستالينجراد ابدا. قائد سلاح الجو الالماني هيرمان جورينج طمن هتلر وقال له سلاح الجو اللوفتوافه هينقل الاكل والذخيره جويا للجيش المحاصر بشكل يومي. بس الحقيقه ان جورينج كان بيبيع وهم لهتلر. الجيش المحاصر كان محتاج على الاقل 500 طن من المواد والامدادات يوميا عشان يعيش ويحارب. سلاح الجو الالماني تحت ضربات الطقس والتصدي السوفيتي ما كانش بيقدر يوصل اكتر من 90 ل 100 طن بالعافيه في اليوم. وبدأ الجحيم الحقيقي للجنود الألمان المحاصرين. جوع كل أمعائهم، كلوا الخيول بالكامل، بعدها القطط والكلاب. حفروا في التلج عشان يدوروا على بقايا جذور الأشجار. درجة الحرارة نزلت ل40 تحت الصفر. التجمد والإنهاك ومرض التيفود بدأ ياخد أرواح مئات الجنود يوميا. الذخيرة خلصت تماما والبنزين جمد في الدبابات. في لفتة ياس ودعاية أرسل هتلر برقية لباولوس بترقيته لرتبة مشير. هتلر كان عارف إن في التاريخ العسكري الألماني ما حصلش قبل كده لأي مشير ألماني إنه يستسلم حي، كان بيلمح لباولوس إنه ينتحر بشرف بدل ما يستسلم. لكن المشير فريدريك باولوس رفض الانتحار. في 30 يناير سنة 1943 خرج من تحت أنقاض متجر محلي وقدم استسلامه واستسلام بقية جيشه للسوفيت. أكثر من 91,000 جندي ألماني استسلموا وعاشوا، خرجوا ماشيين في شوارع زي الأشباح متجمدين. ومن ضمن ال 91,000 ألماني دول في منهم اللي اعتقلوا في سيبيريا وما رجعش ألمانيا بعد الحرب، اللي حوالي 5,000 جندي بس. كان ده الزلزال الأكبر، الصدمة اللي هزت ثقة الألمان في هتلر لأول مرة. في نفس التوقيت اللي كانت بتحصل فيه ملحمة ستالينجراد كان في جبهة تانية ما تقلش سخونة وإثارة بتحصل في صحراء شمال أفريقيا. هتلر بعت جيش متكامل ومخصص للصحراء لنجدة إيطاليا في أفريقيا، وحط على راسه أذكى عسكري عنده أرفين رومل الملقب بثعلب الصحراء. رومل كان عبقري التكتيك والمناورة في الصحراء الواسعة. بجيش صغير ومعدات محدودة قدر يطرد البريطانيين من ليبيا ويحاصر ميناء طبرق ويدخل بجراءة غريبة جوه الأراضي المصرية لحد ما وصل للعلمين اللي على بعد 100 كيلومتر بس من اسكندرية وقناة السويس. لو رومل في اللحظة دي كان أخذ قناة السويس، بريطانيا هتتقطع خطوط اتصالها بإمبراطوريتها في الهند، والألمان هيوصلوا لنفط الشرق الأوسط من الجنوب. لكن رومل كان بيعاني من نفس المشكلة، خطوط الإمداد. هتلر كان مركز كل موارد ألمانيا ونفطها للشرق روسيا، ورومل ما كانش بيوصل له إلا القليل جدا من الوقود والذخيرة، لأن القوى البحرية البريطانية في البحر المتوسط كانت بتغرق السفن الألمانية والإيطالية اللي شايلة البنزين. في أكتوبر سنة 1942 دخل الساحة القائد البريطاني الجديد الجنرال برنارد مونتجمري. مونتجمري جمع تفوق عددي ضخم جدا بدعم الشاحنات والدبابات الأمريكية الجديدة دبابات الشيرمان. وفي معركة العلمين الثانية سنة 1942 أكتوبر لنوفمبر شن مونتجمري هجوم بمئات المدفعيات والدبابات. رومل قاوم ببراعة أسطورية، بس من غير بنزين للعربيات والدبابات المقاومة بقت مستحيل. اضطر رومل للانسحاب ناحية تونس. وفي نوفمبر سنة 1942 أمريكا وبريطانيا نفذوا عملية تورش بإنزال جوي وبحري ضخم جدا لجيوش أمريكية في المغرب والجزائر بقيادة الجنرال دوايت أيزنهاور. والجيش الألماني والإيطالي بقى محصور في تونس في كماشة. وفي مايو سنة 1943 استسلم أكثر من 270,000 جندي ألماني وإيطالي في تونس، وانتهى وجود المحور بالكامل في أفريقيا. ودلوقتي أفريقيا وقعت. كبرياء الرايخ اتكسر في ستالينجراد، وهتلر
جمع كل اللي اتبقى له من أسلحة ودبابات فائقة لجولة واحدة وأخيرة. ودلوقتي أفريقيا وقعت وكبرياء الرايخ اتكسر في ستالينجراد، وهتلر جمع كل اللي اتبقى له من أسلحة ودبابات فائقة لجولة واحدة وأخيرة لحسم مصير الجبهة الشرقية. إزاي هتكون المواجهة عند قوس كورسك؟ وإيه اللي هيحصل لما تصطدم أكتر من 1200 دبابة في ساحة واحدة في أكبر اصطدام مدرع اتسجل في التاريخ البشرية؟ في 5 يوليو سنة 1943 الساعة 3 الصبح، السماء فوق سهول كورسك الروسية نورت بآلاف النيران. أكتر من 2500 دبابة ألمانية بمساندة طيارات الاستوكا وسلاح الجو النازي ضربت في وقت واحد عشان تخترق القوس السوفيتي. هتلر كان مراهن بثقة في الحرب الأخيرة على الدبابات الجديدة، دبابات التايجر العملاقة ودبابات البانثر اللي كانت أسلحتها ودروعها أتقل من أي شيء صنعته البشرية وقتها. كان السوفيت كانوا مستعدين وفي انتظارهم. ستالين والمارشال جوكوف عملوا أضخم شبكة حقول ألغام وتجهيزات دفاعية تاريخ البشري. برضه كل كيلومتر مربع من أرض المعركة كان فيه أكتر من 3000 لغم أرضي مضاد للدبابات، خنادق طويلة جدا بعمق 8 خطوط دفاعية ورا بعض. لو الألمان اخترقوا الخط الأول يلاقوا الخط الثاني أشرس، بعده الثالث، بعده الرابع. مدافع السوفيت الخارقة كانت مستخبية في خنادق أرضية تم تصميمها مخصوص لاستهداف الجوانب الضعيفة في الدبابات الألمانية الثقيلة. الدبابات الألمانية بدأت تقع تنفجر واحدة ورا الثانية في حقول الألغام قبل حتى ما تشوف الجندي السوفيتي، ووصل الميدان لذروة جحيمه يوم 12 يوليو سنة 1943 قريب من قرية صغيرة اسمها بورخورفكا. في البقعة الترابية المفتوحة دي حصلت أكبر معركة اصطدام مباشر للمدرعات والدبابات في التاريخ. تخيل المشهد معايا، أكتر من 1200 دبابة ألمانية وسوفيتية دخلت في اصطدام وتلاحم مباشر من مسافات قريبة جدا. القائد السوفيتي أدرك أن الدبابات التي 34 السوفيتية مداها القتالي أقصر من دبابات التايجر الألمانية، فادى أوامر بالدخول بأقصى سرعة ناحية الدبابات الألمانية. الدبابات السوفيتية دخلت وسط طوابير الدبابات الألمانية بسرعة جنونية لدرجة أن القتال بقى واصل لمسافة 2 و3 أمتار بس. دبابات بتخبط في دبابات بشكل مباشر وتدمرها، صوت احتكاك الحديد وانفجارات ذخائر المحركات اللي بتطير ابراج الدبابات في الهواء، والتراب والدخان الاسود اللي غطى الشمس تماما وحول النهار لليل مظلم. ريحه الزيت اللي بيتحرق والاجساد اللي كانت محروقه جوه غرف الدبابات الضيقه كانت ماليه المكان. كان جحيم حقيقي على الارض. في وسط القتال الرهيب ده في كورسك امن الحلفاء هبوط بحري ضخم في جزيرة صقلية بإيطاليا، عملية هاسكي. هتلر وتحت ضغط الخسائر المرعبة في كورسك والخوف من انهيار الجبهة الإيطالية أصدر أمر مفاجئ بوقف عملية القلعة وإلغاء الهجوم في كورسك. كانت دي نقطة التحول الأعظم في الحرب العالمية الثانية كلها. طب ليه؟ في ستالينجراد الألمان خسروا معركة دفاعية واتهزم جيش من جيوش الرايخ، لكن في كورسك خسر الألمان القوة الهجومية الضاربة لآلتهم العسكرية بالكامل. دمر سلاح المدرعات الألماني وقوات نخبة الإس إس وآلاف الطيارين والفنيين والضباط اللي لا يمكن تعويضهم بأي شكل من الأشكال. الاقتصاد والمصانع الألمانية رغم كل قوتها ما كانتش قادرة تعوض عدد الدبابات والطيارات اللي اتدمرت في أسبوعين في كورسك. ومن اللحظة دي في صيف 1943 الجيش الألماني ما عرفش يشن أي هجوم استراتيجي كبير على الجبهة الشرقية إطلاقا. اتقلبت الدفة تماما. الدب الروسي فاق من صدمته وبدأ الجيش السوفيتي يتقدم ويطرد الألمان خطوة بخطوة من روسيا لأوكرانيا لبولندا في طريق مفتوح مش بيتوقف إلا في قلب العاصمة برلين. الماكينة النازية اللي كانت بتتوسع وتدهس أوروبا من سنة 1939 بقت دلوقتي متحصرة ومكسورة وبتتراجع على كل الجبهات. السوفيت بيمسحوا القوات الألمانية من الشرق، وإيطاليا حليفة هتلر وقعت وموسوليني تم اعتقاله. وفي واشنطن ولندن اجتمعوا القادة الكبار عشان يحطوا الخطة الأخيرة والضربة القاضية اللي هتغير شكل التاريخ للأبد. أكبر أسطول في تاريخ البشرية بيتجمع في السر الشديد على شواطئ بريطانيا، مئات الآلاف من الجنود وآلاف السفن والطيارات في انتظار إشارة واحدة عشان ينقضوا على شواطئ فرنسا. لكن هل هتلر هيستسلم بسهولة؟ وإيه اللي مستني الجيوش الأمريكية والبريطانية على جدار أوروبا الغربي الحصين؟ وإيه هي التفاصيل المرعبة والمجهولة اليوم الصفر أضخم إنزال بحري في التاريخ في النورماندي؟ طب إزاي هتلر صمد في محاولات اغتياله المتكررة جوه قبو المظلم قبل ما تتكتب نهايته؟ كل ده وأسرار سقوط هتلر واللحظات الأخيرة في برلين هنعرفه في التفصيل في الحلقة الجاية من إيه القصة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. استنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.